بعد نقلتي على الامارات والمغامرات اللي مرقت علي اول كم يوم حسيت انه بيطلع لي يوم راحه. صحيت اليوم السادس وما في شي ببالي غير اني اقعد وما ساوي شي، فقمت افتح لك هالبردايه وهي كانت اول صدمه باكلها اليوم، شوي وبنعمه من قوه الضوء مثل الشطور. نفضت لك هالتخت ورتبته، بعدها نزلت واكلت جاتويتي المفضله، ولانه اليوم يوم راحتي عبيت لك هالقنينه وبوشي على البلكون، ما تركت شي ما طرشته بالمي. لورجيكم معنى كلمه عم يجأجأ جأجأ. الواجهه كانت كتير وسخه وبدها وش على السريع، بالقشاطه المعتمده قشطت لك هالبلور ورجع كانه اصلي. بعدها رحت على المطبخ لشوف شو في شي بيتاكل، فتحت هالبراد وبتعرف هالشعور وقت بتحتار شو بدك تساوي لتاكل، نفسه اجاني وقتها. فقلت بلا ما اعذب حالي وروح جيب لي شغله اكلها على السريع. اخذت معي كيس الزباله وانا طالع ولحشته بهالفوهه اللي ما بعرف لوين بتوصل. الجو برا كان شي بجنن، بدقيقتين بلشت زرزب عرق، حاولت ساوي رفيق جديد بس مثل العاده هرب من ايدي. دخلت على المحل وبلشت بالرحله، رحت على قسم الصابون بامل اني لاقي صابونه غار، بس مثل ما كنت متوقع لقيت كل شي ما عدا اللي بدي اياه. فرحت على قسم المجمدات، هون انا خبرتي تفوق التصور. قعدت اشوف بيتزايات بس ما في ولا وحده بررت السعر تبعها، فرحت للخطه ب واللي هي حبيبتنا المرتديلا. اخذت الدجاج مع زيتون وعصير اناناس على الطريق لاحسن ابلع اللقمه. رحت على المحل اللي بعده، هذا المحل شغله بيجيب اكلات يا اخي ما بتعرف من وين، شي ياباني شي ما بعرف من اي كوكب، كل يوم تشكيله جديده. هي الاكله جربتها اخر مره وكانت شي خيالي، وحلاوتها انه سعرها حلو. فاخذت تنتين وربطه خبز، وشكله زعل علينا صاحب المحل وعطانا كيس. وهيك ما في غير شغله واحده بس ببالي. صابون غار بيلتقى شي عندكم؟ جيب هذا الكيس اللي فيه حبتين، هذا كثير ظريف. يا سلام، سلم هالايدين معلم. حبيب القلب والله. فرحت على الصابونه اكثر من الاكلات، الله وكيلكم. رجعت بهالغراض وصار وقت نظبط فطور مرتب، بس اول شي كان لازم نشم الصابونه ونختبرها، وبعدين فتت علقه مع كيس الخبز. يا اخي هاللزقه اللي بيحطوها تقول قصدا ليستفزوك، وفوقها بتشرط الكيس. طلعت رغيف وبلشت اقطع لي كم قطعه مرتديلا وفردتهم. وهون رح اعلمك طريقه الكوبرا، طريقه معتمده لما توقع ولا شي من ورا. وانا عم ماكل ما في ببالي غير شغله وحده وهي صابونه الغار، قلت لازم ساوي لها تيست. فطلعتها وفتت لصب لي دوش من هدول اللي بتطلع من الحمام اصغر ب10 سنين. بعدها فتت على غرفتي وقلت خلينا نساوي شي جديد فيها. سحبت لك هالتخت على الطرف الثاني وقطعه صرت جيب من طاوله المكتب اللي صار لها كم يوم مسدوده، وبصراحه ما عندي فكره كيف تتركب. فضيت الساحه وصفنت شوي بالغراض، حسيت انه الشغله ما حتكون بسيطه. حطيت اللوح بالارض ونزلت لك باول قطعه، وشكلها كانت اصعب قطعه، اخذت مني شويه وقت بس الحمد لله حلينا اللغز. وبلشت بقى بتركيب الرجلين على اساس تكون اسهل، بس كمان عصلجت معي. ركبت اول رجل، حطيت كل البراغي وبلشت رصرص، وبعدها لازم تتدخل القطعه تبع الكابلات، وبتنحط هي القطعه لتمسك كل شيء، بس طلع لازم تنحط قبل. فطلعتها حطيتها ورجعت فوتها. حطيت البراغي تبعها وعطيت لها بايدي، والرجل اللي بعدها نفس الشيء على السريع اللميع. وطبعا رجعت جبت اخي المعضل لنحسن نقلب الطاوله. الحمد لله اجت تماما مثل ما بدي. كنت مفكر انه خلص نهاري هون، بس فجاه طلعت فكره براسي وقررت روح على دبي. فشو صار هنيك بتعرفوا بالفيديو الجاي.